الهالات السوداء. هجيب لكم من الاخر خالص كده كده، اي حد عنده هالات سوداء فهو اكيد جرب حاجات كتير قوي، فجربوا الحاجات البسيطه دي اتليست شهر وشوفوا الفرق كبير جدا. وعايزه اقول لكم ان انا دلوقتي مش حاطه كونسيلر، وشكل يعني تحت عيني او حوالين عيني شكله طبيعي جدا. ركزوا معايا كويس قوي، احنا لما بنيجي نحط ميك اب في الاريا اللي حوالين عينينا دي بنستخدم ميك اب براش او سبونج او اي حاجه. الاحتكاك اللي بتعمله التولز اللي بنحط بيها ميك اب حوالين عينينا دي بتعمل غمقان، احتكاك بيعمل احمرار بسيط قوي، مش هناخد بالنا منه واحنا نازلين ومستعجلين وقدام المرايه وقاعده ببص على وشي، مش هبقى قاعده مركزه يعني. والاحمرار البسيط ده بيقلب بغمقان باي تايم. تخيلوا انا بعمل كده كل يوم، بقيت وشي مش هيتاثر عادي، لان المنطقه دي السكين اللي فيها مختلفه عن بقيه السكين بتاعه وشي. انا استخدم صبعي ده اللي بنلبس فيه الدبله، انا مش لابسه فيه الدبله معلش، بيبقى اضعف صباع في ايدي كلها. مش هيحصل ان انا من غير قصدي مثلا اتك بزياده او كده، لان هو اوريدي ضعيف. الصباع ده هو اللي مسموح له يلمس المنطقه دي بالراحه قوي قوي، وبتعب مش برب. سواء سكين كير او ميك اب بعمله بنفس الصباع ده. بجد وقفوا استخدام السبونجز والبراشز، وقفوا استخدام اي حاجه تانية، حتى ايديك وصوابعكم ما تستخدموهاش، هو بس الصباع ده، وشوفوا الفرق. شوفوا الفرق. واظبوا كل يوم على اي كافيين سيرم تكونوا واثقين في البراند بتاعته، نقطه صغيره بس كل يوم على بشره نظيفه وجافه تماما. استخدام الصن بلوك حوالين عيني طول الوقت، هو غير ان هو بيحمي من الشمس، هو اصلا كمان بيرطب. حتى لو انا مش هستخدمه على باقي وشي لاي سبب، بعمل تان، مش مؤمنه باهميه السان سكرينز في الحياه، بس للمنطقه بتاعت حوالين عيني ملوش بديل. خصوصا لو انا بيتي او المكان اللي انا قاعده فيه او المكتب او ايا كان داخل له دايركت لايت من الشباك، يعني انا شايفه كده اشعه الشمس وهي داخله. تيجي هقول طب ما انا في ازاز، اصلا انا قاعده في البيت. لا، انا كنت بقول كده، بس لما بقيت التزمت بالموضوع ده وبقيت فعلا بحط كل ساعه ونص لساعتين سان سكرين بس، حتى حوالين عيني، حتى وانا في البيت. زهره الزيوت هي اكتر روتين فعال في تحسين كواليتي الشعر وتخليه يطول ويتقل، بس لما نستخدمها صح. فلو عملتوا زي ما هقول كده بالظبط هتشوفوا منها احلى نتائج شفتوها في حياتكم. فده سكالب اويلينج فول جايد سبونسرد باي تريندي. جس وات، دي بس كميه الزيت اللي بنحتاجها على فروه راسنا مهما كان طول او تقل شعرنا، تلت قطاره او نص معلقه صغيره. 10 دقائق في طبق تاني فيه ميه سخنه عشان الزيت يسخن شويه، فبيعزز قوي من امتصاص فروه راسي للزيوت. وعلى فكره الزيوت الاصليه الكويسه عاده مش بتنشف الشعر خالص، احنا بس لما بنستخدم كميه اكتر من المفروض نستخدمها بنضطر ان احنا نغسل شعرنا كتير بشامبو كتير، فده اللي بينشف الشعر. اطراف صوابعي بس بفضل ابلها في الزيت وامساج فروه راسي لحد ما كميه الزيت اللي هي التلت قطاره تخلص، وبسيبها ساعه على شعري وبعدين بغسل شعري. ساعه مش بنام بيها. اكد لكم ان الموضوع هيفرق قوي مع صحه فروه راسكم، اللي هي المصنع اللي بيصنع شعري، التربه اللي بيطلع منها الزرع اللي هو شعري. فلما التربه تكون صحيه ومتغذيه الزرع هيطول وهيتقل وهيبقى شكله صحي. فاكرين اتفقت معاكم قبل كده ان احنا بنعمل حواجبنا اكنها سكالب صغيره، فاللي بعمله في فروه راسي بعمله في حواجبي كمان، لو انا عايزه شكلها يكون بوشي وشارب اكتر. وطبعا الاويلز بتتحط على فروه راس جافه. وبعد ريسيرش محترم عملته اكد لكم ان ترنديفا باردك اويل هو الوحيد في الماركت اللي جامع بين كميه مستخلصات وزيوت ما لقيتهاش في منتج تاني. طبعا عشان انا عملت البروسيجر صح واستخدمت منتج مضمون وفعال واصلي، فروه راسي بتبقى نظيفه ما فيهاش قشره صحيه. وساتش برودكت عشان يكون فعال وما يجيبش اي نتائج عكسيه لازم يكون معمول في لاب على ايد ساينتست مش عطار. لو انت او انتي زعلانين شويه مؤخرا، اكتئاب او كده، او تعرف حد كده، فبنسبه كبيره ان شاء الله الكلام ده هيبقى مفيد. اولا ملاحظين العلاقه الطرديه ما بين الصيف والمشاعر السلبيه او الزعل او الاكتئاب. عاده ناس كتير قوي مننا بيحسوا بالاحباط شويه في الصيف، اللي يعني في شقين في الموضوع. اول شق ان الناس بتبقى فاكره انها لما هتتفسح وتهاف فان وتحضر بارتيز وتجمع مع صحابها والعيله وتصيف وبلا بلا، ان دي حاجه هتجيب لهم السعاده اللي هم شايفين ان هم مفتقدينها مثلا بسبب الشغل او الضغوطات او ان مفيش وقت او كده. ولما بيعملوا كل الحاجات اللي تبسط دي اللي هم حاطين عليها هاي اكسبكتيشنز قوي، ما بيحسوش بالسعاده اللي هم كانوا متخيلين ان هم هيحسوها، فبيحبطوا فبيزعلوا فبيكتئبوا. او شق تاني ان الناس هم اصلا مش قادرين يعملوا كل الحاجات الفن اللي شايفين ناس حواليهم بيعملوها، سواء مشغولين مسافرين ما عندهمش وقت، او حتى معهمش الفلوس اللي تخليهم يروحوا الاماكن الحلوه اللي بيشوفوا الناس بيتصوروا فيها. انت من الشق ده او الشق ده، ففي الحالتين عشان كده الصيف بيبقى تريجر، بيبقى بينكش كده كتير من المشاعر السلبيه عند ناس كتير قوي مننا. الاويرنس او ان انا ابقى على درايه انا حاسه بكده ليه، ده مفتاح العلاج او مفتاح حل اي مشكله عموما.
اولا وسريعا جدا بدون الدخول في تفاصيل عشان مش ده الموضوع الاساسي اللي حابه اتكلم معاكم فيه، علاج القبضه اللي بتيجي دي سيمبلي في الامتنان. ومش هقول لكم الكلام الكليشيه بتاع كل حد فينا عنده 24 قيراط في حياته وانت عندك حاجات مش عند حد تاني، عشان مع ان الكلام ده صح بس احنا كلنا عارفينه وحافظينه، فمش هو ده اللي هيخليني اقول يا فعلا انا عندي 24 قيراط في حياتي، خلاص انا دلوقتي حياتي بقت احسن بكتير. مثلا لو انا دلوقتي في اللحظه دي ما عنديش صداع، بطني مش وجعاني، عارفه اتكلم، عارفه اكل واشرب واقوم واقعد واتحرك، دي نعمة يا بس شكرا، مش عايزه حاجه تانية. شوف حد in pain او قارن نفسك وانت صحتك كويسه وانت صحتك مش كويسه، وشوف قد ايه الصحه دي لوحدها كنز وحاجه طول الوقت لازم اكون قاعده بسليبريتد، لو طول الوقت انا قاعده اهي انا صحتي كويسه، انه دي حاجه ما ينفعش اخدها فور جرانتد ولا تنتوفه من الثانيه. في 2 مليار اولموست 2 مليار بني ادم ما عندهمش مكان امن يعيشوا فيه، المليار ده 1000 مليون، ففي 2 اولموست 2 مليون بني ادم ما عندهمش بيت. فان انا اكون عندي بيت قويني ونايمه فيه مطمنه ومش خايفه، فانا طول الوقت محتاجه اكون ان انا مميزه عند ربنا ان هو خلاني مش من ال 2 مليار بني ادم دول. ام سو بليست. لا ما يبقاش في الاركايفز خالص، يبقى طول الوقت كده حاضر في ذهني ان انا عندي بيت، ان انا اكون عايشه في بلد ما فيهاش حرب، ما فيهاش حد بيخبط على بابي ويشدني من بيتي، او ما فيهاش قاذفه نازله فوق دماغي تموتني انا واهلي. عن الصحه، البيت، الامان، الثلاث حاجات دول لو عندي اي حاجه واحده منهم دي كنز لا يقدر بثمن، فما بالك لو عندي الثلاثه دول بس من وسط آلاف الحاجات التانية اللي موجودة عند معظمنا. خلي بقى كل الكلام اللي فات ده كده على جنب شوية. أنا أعرف منين إذا كنت أنا زعلانة أو مكتئبة، وفي فرق بين إن أنا أكون زعلانة أو مكتئبة، في فرق كبير قوي. الزعل أو الحزن له علاج وبروتوكول معين، والاكتئاب له علاج وبروتوكول معين. فبما ان اول طريق لعلاج معظم المشاكل هو ان انا احط ايدي عليها، ان انا اكون اوير بيها، ان انا اكون فاهمه ايه المشكله اللي عندي، فخلينا نشوف ايه الفرق بين الاثنين. الزعل عاده بيكون عرض مش مرض. ما ينفعش اكون زعلانه واقول على نفسي مكتئبه، لان ده ممكن يجيب لي اكتئاب فعلي. لو انا حسيت باحساس سلبي وحش، قبضه كده مش كويسه بعد ما رحت مكان معين او شفت ناس معينه او سمعت كلام معين او شفت فيلم معين او ايا كان حاجه طرقت او حصلت من بره، بعدها على طول انا لاحظت ان انا بقيت مش كويسه، ولو انا شلت الحدث اللي حصل من يومي ده، سواء المكان اللي دخلته، الحد اللي انا شفته، الجمله اللي انا سمعتها، ما كانش زماني هبقى زعلانه، اذا ده زعل مش اكتئاب. اما لو انا احساس الزعل او الحزن ده بجالي بقاله كذا يوم او بقاله فتره، اسبوع، ايا كان، وانا مش عارفه سببه، يعني مفيش حاجه معينه حصلت اقول من ساعه ما ده حصل وانا زعلانه، لا مفيش حاجه معينه عارفه احط ايدي عليها، اذا فبنسبه كبيره ده اكتئاب مش مجرد زعل طارئ وهيعدي. طيب لو السيناريو الاول علاجه ايه؟ من وجهه نظري المتواضعه افرغ عن الزعل اللي عندي ده بطرق مختلفه. في ناس مثلا طريقتها بتبقى احسن، او في التفريغ عن غضبها او زعلها بانها تفضفض، تحكي لصاحبتها، لمامتها، لايا كان مين. في ناس تانية ممكن بالكتابة تكتب المشاعر اللي عندها. في ناس تالتة ممكن انها تقعد في اوضه لوحدها وتقعد تعيط 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 لحد ما تحس انها بقت كويسه. ايا كان ايه الطريقه، بس المهم ان انا احترم زعلي. الزعل الطارئ اللي هو لما حاجه بتحصل لي من بره واحس بمشاعر وحشه، محتاج ان انا احترمه شويه، مش محتاج ان انا اسكيب. تفضل المشاعر السلبيه دي تتراكم فوق دماغي، وفي الاخر بتجيب لي بقى كلكعه كبيره قوي بتخليني خلاص مش عارفه ابقى كويسه ومش عارفه اطلع من الاحساس ده. طيب لو هو بقى السيناريو التاني بقى، الاكتئاب علاجه ايه؟ لو سالتك ايه عكس الاكتئاب، من غير ما نفكر هنقول عكس الاكتئاب السعاده، which is غلط. عكس الاكتئاب مش السعاده. لما كلمه في اللغه تكون عكس كلمه لازم يكونوا الاتنين بيوصلوا يعني المعنى ومضاده، بس الاكتئاب مش مضاده السعاده، لان الاكتئاب شعور بيبقى مطول مش حاجه لحظيه، بس السعاده بتبقى حاجه لحظيه. هل عمرنا شفنا حد سعيد ماشي عامل كده فور ايفر؟ مستحيل. ماشي، بتبقى السعاده بيبقى شعور لحظي. حصل لي حاجه مثلا، حد اداني ورده فحسيت ان انا مبسوطه، اتبسطت مثلا 5 دقايق 10 دقايق ساعه، فضلت مبسوطه، وبعد كده خلاص هبقى في الديفولت بتاعي. مش عكس الاكتئاب مش السعاده مش الفرحه، عكس الاكتئاب الحيويه، الحركه، ان انا اروح اشتغل، الشوبينج، الرياضه، الكلام، الجري، ايا كان. علاج الاكتئاب الحيويه هي علاج الاكتئاب.
بس السكون ان انا اسيب نفسي للديمونز بتوع يعني للكائنات الشريره اللي بتنط كده في تفكيرنا ودماغنا وتقعد تخلينا يبقى عندنا انزايتي واقعد افكر في حاجات سلبيه وسيناريوهات ما حصلتش ومش هتحصل. احنا ايه احلى نومه بننامها في الدنيا لما بنكون مرهقين طول اليوم وفي الشغل واتحركنا وبلا بلا، تحط دماغك على السرير تنام نوم عميق طول ما انت جسمك اشتغل وعمل مجهود طول اليوم. فانا لما بعد حابسه نفسي ما عملتش اي مجهود جسدي، بالتالي هبقى مش عارفه انام كويس، بالتالي الانزايتي هتزيد عليا، مش هنام، جسمي مصحصح، جسمي مفوق مش عايز ينام، هيفضل مخي شغال مهم. فعكس الاكتئاب هو الحركه والحيويه، وان شاء الله ما حدش فينا يكون بقى ولا زعلان ولا مكتئب ولا اي حاجه خالص.